عندي موسوعة لأمير المؤمنين لك الله يا ابن أبي طالب، اشتغلت عليها 11 سنة 12 سنة، اجمعت بيها كل الطرق لضرب أمير المؤمنين خلال 1400 سنة. من جملتها طريق التعرض لفضائل علي، كتم فضائل ومناقب وأدلة خلافة علي. هاي المعلومات كلها ذاكرها هناك من كتب الغير بالجزء والصفحة. والموسوعة احنا الآن في أواخرها بحال التمضيط، قريبا ما راح تنطبع إن شاء الله، 5 أجزاء تقريبا. اجمعت بيها الطرق اللي استخدمت لضرب علي خلال 1400 سنة، سميتها لك الله يا ابن أبي طالب، إلك الله يا علي. كل هذا الشغل وبقيت، كل هذا الشغل ضدك وبقيت، إلك الله أنت، لك الله يا ابن أبي طالب. اتوقعوا هذا الشغل الرادوا يضربون به علي لما جمعته صار قرابة 5 مجلدات، تصدق؟ وكل من كتب غيرنا. هاي القصة أنا جايبها هناك بس هسه ما أتذكر تفاصيلها، وإلا في هذا الكتاب موجودة. أنه يجي على خليفة يو أموي يو عباسي مؤرخ، يقول له يا أمير أريد أكتب سيرة النبي، فيمر بي ذكر علي، يمر بي ذكر علي، لأن السيرة كلها علي موجود بها. قال له لا تذكر شيئا لعلي إلا أن تراه في قعر الجحيم، حاول أن تتجاوز علي. زين، هذا المؤرخ قال له سمعا وطاعة. هاي السمعا وطاعة وراها فلوس وما وراها فلوس؟ جاوبوني. وراها فلوس من بيت المال، هاي سمعا وطاعة. القرآن الكريم يقول هاي الفلوس اللي حصلها وكتم الحق ثمنا كثيرا وقليلا قليلا. زين، هاي الفلوس اللي حصلها وراح اشترى بيها لحوم، اشترى بيها فواكه، اشترى بيها بيت، اشترى بيها، هو يشوفها لذيذة وحلوة، بس هي بحقيقتها شنو؟ القرآن الكريم شنو يقول؟ نار، في حقيقتها نار. سؤال، هذا يوم القيامة راح يتعذب لو ما يتعذب؟ بشنو يتعذب؟ بعمل السيء اللي هو في حقيقته شنو؟ نار.